النهارده هنتكلم عن مشكله بدات تبقى ظاهره وبدات تاخد وضع شكله كده مش لطيف، وبدات تكتر قوي يعني، وبسمع كتير قوي خسائر بسبب المشكله ديت. يعني الموضوع ده بيعمل خسائر مباشره وخسائر غير مباشره. احنا النهارده هنتكلم عن مشكله استخدام الدريل في فك وتركيب، او هو في تركيب او ربط المسامير والصواميل بتاعه العربيه. هو هقول لكم هو مش بس موجود عند بتوع الكاوتش، يعني انا هشرح لكم شكل الدريل ده بيبقى عباره عن حاجه شبه الشنيور كده، بيبقى بيشتغل يا اما بالكهرباء يا اما بالهواء، ويبداوا يربطوا بيه صواميل والمسامير بتاعه العجل او صواميل ومسامير بتاعه اجزاء معينه في العربيه. تمام. الدريل دوت بيقوم بوظيفه المفتاح، بدل ما هو بيربط بمفتاح او بصليبه او بمفتاح حزم، بيربط بالدريل ده. الدريل ده مشكلتنا معاه مش في الفك، مشكلتنا على طول في الربط. ازاي؟ انت دلوقتي رحت لبتاع كاوتش، هنفترض بتاع كاوتش دلوقتي، يعني هو ده كمان بيستخدم في مراكز الصيانه. بتروح لبتاع كاوتش بيحل لك العجله عشان يكشف عليها، فبيبدا مثلا الصواميل بتاعه اللي بتركب فيه العجله بيبدا يربطها بالدريل ده. كان الاول بيستخدم مفتاح، تمام، فلو الصاموله عليها تراب او المسمار عليه تراب او مش راكب مظبوط، يعني ايه مجنب كده سنه او مش واخد ماشي في المشرشر بتاعه مظبوط، كان بيروح واقف. ولو هو بيربط بمفتاح ايه ده وقف معايا، ما بيكملش، بيروح فاكك وعادل او يفك وينظف ويظبط حاله. ولكن الدريل بيخش وخلاص، فبالتالي بيبوظ يا اما المسمار اللي راكب، تمام، لو هو مسمار بيبقى بيبوظ القلاووز اللي هو راكب فيه، اللي هي القطعه الاساسيه، سواء بقى كانت طنبوره، سواء كان واحد صناعي بيركب دريل، بيركب شمعدان، بيركب اي حاجه في اجزاء العربيه دي. خسائر كبيره. يعني هنا الموضوع ما رسيش على مسمار ولا صاموله ب 10 ولا ب 20 جنيه، لا، هو الموضوع هنا كبر مننا ودخل في قطع موجوده في العربيه، وممكن قطعه تجيب قطعه فيجي يفك قطعه يبوظ قطعه، تلاقي نفسك عمال ايه ماشي بتلطش يعني، او ماشي الدنيا عماله بتكبر منك. وهو الموضوع كله كان حاجه بسيطه جدا، كان المفروض اللي هو يستخدم مفتاح بدل الدريل يعني في عمليه الربط. لكن في عمليه الفك مفيش اي مشكله، انت ممكن تطلب من اي عامل او اي صنايعي بيجي يشتغل لك في العربيه الطلب دوت، وتخلي بالك من الموضوع ده. المشكله بجد يعني اللي موجوده كمان، اللي انت غالبا ما بتكتشفش المشكله دي في ساعتها، وغالبا اللي بيركب معاه وما عندوش مشكله وبيقول لك اتفضل يا باشا. فانت لو جيت ترفض دلوقتي او جيت تقول له بلاش يا باشا تركب لي، يقول لك باشا عيب عليك، انا عارف انا بعمل ايه اللي انت بتقوله دوت. طبعا انت هتاخد بعضك زي الباشا، هو ركبه، ما هو بالنسبه لك هو راكب قدامك سليم، بس هو اللي هيجي يفك بعده ممكن ما يعرفش يفك، ممكن يضطر يقطم الحاجه او يقطعها، ممكن يجي يفكها تطلع بايظه. فبتلاقي المشكله بتقابلك مع اللي بعديه، مش مع الشخص الغلط اللي ركب بالدريل بطريقه خطا يعني. فانا شايف ان موضوع الدريل ده ما ينفعش يعني، او نسبه خسائره او نسبه حدوث مشكله منه نسبه كبيره جدا، ممكن توصل 50% 60% لو انت مثلا رحت عند بتاع كاوتش او حاجه. وخصوصا ان هو بقى منتشر كتير قوي دلوقتي عند بتوع كاوتش، لان هو سعره بقى قليل وبقى سهل جدا ان انت تستخدمه، وسهل جدا تلاقيه عند اي بتاع كاوتش دلوقتي، خصوصا اللي هي الاماكن المحترمه يعني. وهي الاماكن المحترمه ديت هي اللي بيحصل فيها مشكله الدريل باستمرار، اللي هم عندهم بيستخدموا الدريل. فانا حبيت ان انا انوه عليه واقول لكم المعلومه، ما توقفوش المعلومه عندكم، حاولوا تفيدوا بيها غيركم. اشوفكم بخير، سلام عليكم.